اليوم كما راكم تشوفوا هذا تمثال. واش يمثل هذا التمثال؟ هذا التمثال هذا يمثل الرجل الصوفي كيف تحدى هذه الطبيعة هذه وقهرها. الإنسان القديم الذي أضناه الترحال واستقرت به الأقدار بين الصحاري وكثبانها لم يكن بقاؤه بها أمرا مريحا، ولم يكن أمامه سوى خيار العيش على التمر، وما توفير ديمومة الماء لمنح الحياة للنخيل وسط هذه الرمال اللافحة إلا واحدة من أشق المهام وأصعبها. فقام بحفر حفر اللي القطر نتاعها يتراوح بين 80 إلى 200 متر، والعمق نتاعها حوالي 40 متر. فهذا الصحراوي كان عليه القيام بتعميق حفر لتقريب جذور النخيل من الماء ليضمن صيرورة المياه في عروقها. تلك الفكرة كانت شاقة وقاسمة للظهر كما للسواعد. وقد تتبعتها أجيال وراء أجيال ينزلون إلى الحفر ويستخرجون الرمل على الأكتاف ويحملونه بعيدا. هذه الحفر سميت بالغوط، وصارت غيطانا كثيرة تملأ الآفاق. نقشوها لوحة على رمال عنيدة بقهر من الزمن وبعرق بارد على أمل أن تستمر الحياة المنشودة. عاشوا بين النخيل واسترزقوا منها ما طاب لهم من العيش والبقاء، فالتكريم وعرفان هذا ما يملكه الحفيد لأجداده المتوارين في الآفاق. وادي سوف واحدة من الصحاري الجزائرية التي جذبت أعدادا هائلة من القبائل العربية قديما لينصهروا مع أمازيغ المنطقة وليشكلوا عقلا موحدا قهروا به الرمال معا وشيدوا فوقها حياة خضراء. هذه جلبانة حلوة ومليانة مينا جمعة كان يدر الجنة. الطماطم 25 5 كيلو. عندي حار البلاد ابويا. عندي لو قبل تبقى عندي. في وادي سوف هنا كانت قبيلة زناتر في المنطقة المسماة ضويروحة، كانت تسمى تكسبت القديمة. وبدخول قبائل بني سليم وبني هلال وبني عدوان وطرود مهاجرة من الشرق في عهد الدولة الفاطمية في بدايات القرن الرابع عشر، فعندما جاءت هذه القبائل العربية أرادت أن تسكن بجانب قبائل زناتة، فمنعتها قبائل زناتة على أساس أن الماء هو مصدر الحياة، ولذلك وقع صدام، وكان ذلك في حوالي 1416 ميلادي. انتهى بقبيلة زناتة حيث انصهرت داخل القبائل هذه المهاجرة العربية وبدأ الإعمار. الهجرات العربية الكبيرة تمت في عهد الدولة الفاطمية، عندما انتقلت الدولة الفاطمية من ميلا ومن نواحي صنهاجة في الجزائر إلى القاهرة، فبذلك لا تجد غرابة ولا تندهش عندما تلاحظ سحنة الرجل الصوفي هو شبيه بالعرب المشرق. لو كان نحللوا العامية الآن الصوفية نجد 90% من كلماتها هي من صلب القواميس العربية لسان العرب لابن المنظور والفيروزابادي وغيره.
سوف يا أم البراري يا عظيمة من عظمة القادر الباري، سوف يا محبتنا يا طب لوجعنا وعلتنا، هني لا بعناها هي لا بعتنا، لا سمونا ولا شبحنا شاري، عشقنا المدينة والقرى والترابة، وحسبي ما عشقت الواد والمجاري، وحسبي ما عشقت الوهم ما تبعت سرابة، ولكن عشقي في بلدتي ودياري. فالبدوي الذي جاء من طرابلس أو جاء من مصر أو جاء من اليمن هو مالك للغنم ومالك للماعز ومالك للإبل، فهو يجلب تلقائيا إلى المناطق الشبيهة بالمناطق التي كان يعيش فيها في الأصل، وبذلك كانت وادي سوف ليست بعيدة كثيرا عن سحاري الجنوب التونسي وعن سحاري ليبيا. حتى الشعر الشعبي، حتى الأمثال، حتى القصص هي نفسها. يا صدري الوالدة الحنينة. لأن معروف أهل سوف يعني متحديين، يعني يحبوا الحاجة الصعبة. هنا مزيج حتى في التعامل، تلقى من قرية إلى قرية يختلفوا حتى في اللهجات. السوفي هو من طبعه يوالف، يعني ما ينفرش، يعني اجتماعي، هو من طبعه اجتماعي، وما عندناش الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، وطبعا ممكن كاين عائلات معينة، لكن يعني اجتماعيين، يعني ما كاش واحد هاز روحه على واحد ولا متكبر على واحد، يعني عايشين عاديين، يعني الجود بالموجود كما يقولوا بصفة عامة. بعد تبني أهل الصحراء قديما أسلوب عيش بسيط في سالف العهود، اهتدت الأجيال اللاحقة إلى ابتكار أساليب متفوقة لتطوير الزراعة الحديثة، ليحول مفردة كلمة الصحراء الفارغة من المضمون إلى كلمة عامرة المحتوى. فالمزارع الصحراوي بوادي سوف مثلا حقق قصب السبق والحصول على المراتب الأول في بعض المحاصيل الزراعية الهامة. الناس يعني اللي برهنت وما زالت تبرهن في الصحراء، المسالك غير موجودة، وهي في تحدي، يعني تحدي رهيب، يعني يمشي ب30 كيلومتر في الرمل، يسوي الأرض ويخرج البير ويشري مولد كهرباء ويخدم من 120 ل 180 مليون، يشريه الفلاح ويصبر وعزم ويطلب في نفس الوقت. هذه من ضمن الصعوبات تاع الرمل، لانه يدفن له كلش بين ليله وضحاها، الرمل يدفن كل شيء. تشوف كيفاش. هنا في سوف ما كانش فلاح بيجي يلقى الارض مستويه، ولازمه يجيب الاله تاع الجرف بالا كما يقولوا يطرح يسوي الارض، مش ما يلقاش الارض مطروحه تمام مش يجي يزرع فيها، مستحيل. تسميه الارض هي الات، كان بالات بالديزير وبالا تسوي الارض، معناها يخدم بالساعه، كان 150 وكان حتى 300 في الساعه. حل الريشه هذه. التجربة تاعي الخاصة في عالم الفلاحة هو بعد الطلب من البلدية في طلب قطعة أرض، عطاونا 9 هكتارات، بديناها بالجزء، مثلا كل عام نستهلكوا 3 هكتارات نخدموهم ونعاودوا نزيدوا من 3 إلى 3 إلى أن تم تسوية الأرض، يعني من نخيل إلى زيتون إلى بطاطا إلى شتى أنواع الخضر. في التسوية تاعها برك فاتت لنا 120 مليون.
في إطار الدعم الفلاحي، في إطار الامتياز، في إطار الاستصلاح. استفاد أهل سوف من هذه القطاع الفلاحية اللي دعمتها فيها الدولة، وشهد مع مرور الوقت نجاح كبير. اليوم الواد تعتبر مصدر الأول وطنيا في البطاطا. أنا نقول باللي السنوات القادمة ستكون ولاية الواد قطب فلاحي بامتياز. فصحراء سوف ومنذ سنوات قليلة صارت الأولى في إنتاج البطاطس، متقدمة على أجود المناطق الأخرى من البلد. فالولاية لوحدها تسهم بنحو 26% من المنتوج الوطني لهذه المادة. فالصحراء لم تعد قاحلة، فهي صارت أيضا تنافس على المراتب المتقدمة في أنواع الحبوب والتمور. فهذا الشمال الذي كان ذات يوم سلة غذاء وفيرة ليس لأهل الوطن وحسب، بل لكثير من الأوروبيين أيام احتلال الجزائر، لم يعد يقوى على منافسة الصحراء وأهل الصحراء. الحمد لله على الأرض وعلى الماء وعلى الجو. ونحن نزرعوا هنا في المنطقة هنا نزرعوا نوعين من البطاطا، وبالنسبة للخارج فهم يسالكون البطاطا البيضاء نصدروا لهم البطاطا البيضاء. البطاطا الحمراء هي عندها أهلها خاصة وناس خاصة، والتركيبة تاعها ثاني حتى هي يعني بعد التحاليل تاعها راهي نوعية جيدة ياسر، وهي طبيعية 100% محسوب. قلة استعمال المبيدات وقلة استعمال الأسمدة، فهي بطاطا طبيعية يعني. هو الحقيقة أن المردود كبير يعني، ولكن المشكل دائما هو مشكل التسويق ومشكل الأسعار، لأن المنطقة معروفة بالحرارة والسخانة، يعني ما تتحملش المنتوج إلى نضج لازم تجنيه وتبيعه مباشرة أو تدخله الغرف التبريد يعني. الرمل تاع الرمل ولا تاع أرض سوف أرض حافظة، فهم مثلا هذه البطاطا كأنها زرعت ولا ما زالت جديدة، بينما عمرها قريبا من 8 أشهر وهي ما زالت كما هي. هذا دليل على أن الأرض حافظة طبيعية كما يقولوا. ولاية الواد سوف هي الولاية الوحيدة اللي مدخولها فلاحي، من ضمن المحاصيل هي البطاطا، التمر، الثوم، الطماطم، البصل والكاوكاو اللي هو الفول السوداني، زائد على هذا القمح، حتى أن الولاية الوحيدة أن نستطيع أن نقول قضت على البطالة تماما، هذا بفضل الفلاحة. الفول السوداني اللي تتميز به سوف هو عندنا 3 أنواع، كاين تاع 3 شهور وكاين تاع 4 شهور وكاين تاع 6 شهور. ونحن نتأسف اللي الناس عاد تستورد الفول السوداني من الخارج، وبينما هنا في سوف وفي الطارف ومناطق أخرى يعني موجود بكثرة ومنتوج جيد وبيولوجي وصحي، ومن أجل المنافسة الغير بريئة، وهذا نتأسفوا له ياسر. يعني والكاوكاو تاعنا لهنايا وما يسمى بالفول السوداني من أجود الأنواع في العالم. نحن كإطارات الغرفة الفلاحية طبعا نرافق الفلاح، نرافقه تقنيا ونرافقه إعلاميا ونرافقه كذلك إداريا باش نسهلوا الأمور الفلاح ويحقق إضافة في الإنتاج تاعو، وبهذا الدور نحقق إضافة في الإنتاج الوطني ومحاولة البلوغ الاكتفاء الذاتي خاصة في الخضر والحبوب.
بعد أن تأكد المزارعون من ثمر حبوب القمح والشعير في المناطق الصحراوية، اكتشف المزارعون هنا نجاح زراعة الشعير مرتين في السنة ليعطي مردودا جيدا. نجاح التجربة يعز إلى طبيعة المناخ والبيئة المناسبة وطرق السقي الحديثة ووفرة المياه. لما حصلنا على الأرض حصلناها أرض صحراوية قيمة فلاحية، وبعدين بدينا نحاول نصلح، نكافحوا في الرمال، نبعثوا في الرمال، نمشوا في الرمال. احنا الفلاحة في الدم، احنا عندنا الفلاحة هنا في المنطقة. كنا أول واحد عملنا بير فينا يمكن شهر باش خلصنا، عملنا بير خرجنا المية في هذه الصحراء. الأرض هذه تصلح لكل شيء. هنا عندنا حتى البنان. السنة الماضية عملنا الموز في تجربة، لأن بعدين لما تكون هذه الأرض مسقية تولي عندها رطوبة كافية للموز، كاين حاجة تكمل بعضها. هذا الزيتون، هذا الأشجار النخيل يتحملوا البرد، يتحملوا الصيف، يتحملوا الحر، كل حاجة يتحملوها. بالنسبة للجهاز السقي ولا المحور السقي، صنع محلي 100%. يعني كل الحوايج ما تسحقش الخارج خلاص، وبالتالي هذا اجتهاد صوفي كما يقولوا. صعوبات كثيرة، لكن لازم الإنسان يتقوى عليها. احنا كنا في البداية لما بدينا المرة الأولى هنا باش أرض الصحراء ما فيها شي خالية، كانوا مال المنطقة هنا يمشوا علينا يقولوا لنا أنتم حتى يتهمونا حتى بالجنون، لأن الإنسان لأن عنده طموح. والميزة أن في سوف المردود الحمد لله يعني على النعمة، من 30 قنطار حتى 90 قنطار، صدق أو لا تصدق. تحسب مثال السنبلة من جهة من الجهات، يعني إذا فاتت 8 حبات على الجهة يعني تعتبر يعني راك ناجح في المنتوج. الفلاح السوفي لما يروح باش يشري زيتونة ولا شجرة من الأنواع هذه، واش اللي تنصحوه باش ما يروحش في الأغلاط كما غلطوا الناس اللي جاوا مثلا وجابوا زيتون من غير دراسة تقنية أو استشارة؟ يعني أحسن طريقة باش نعرف ماذا بيا نمشي للمشاتل المعروفة. كاين مشاتل خاصة بالزيتون. الإنسان اللي رايح يبرمج في البرنامج تاعنا رايح يدير الزيت تاع المائدة، ننصحوه بالسيغواز، نوعية سيغا، نوعية يسموها سيغواز وهو نوع خشين، والله إيفيان ولا الفيردار، هذا أنواع خاصين بالمائدة. واتجاه الزيت أحسن من المائدة ثاني. الزيت هذا عندنا أنواع الشملال، وكاين واحد يقول له الفركاني، وكاين الفيردار. مزرعة الضاوية تحتوي على حوالي 15,000 شجرة زيتون. من ناحية الزيت يعني في القنطار الواحد يعطينا من 18 ل 20 لتر تاع زيت. وزيتون الطاولة الشجرة الواحدة يعني في المعدل بين 75 و 80 كيلو. زيتون الزيت أو زيتون الخاص بالزيت يكون حجم الثمار تاعه صغير، أصغر من زيتون الطاولة، ويكون يعني كمية الماء في الثمرة تاع الزيتون كمية كبيرة، عكس الزيتون تاع الطاولة. زيتون الطاولة يكون الحجم تاعه خشين وأكبر شوي من زيتون الزيت، لأنه فيها كاللحمة ذيك اللي باش يصبروها منه. في الديفرنس في الثمار، هو الثمرة تكون صغيرة، حجم صغير تاع زيتون الزيت، ويكون فيها كمية الماء أكثر. وزيتون الطاولة العكس، يكون الحجم أكبر
ويكون كمية اللحم أو سمك الجلد فيها أقوى شوي. صاحب هذه المزرعة شاف في مناطق أخرى من العالم مناطق اللي عندها مناخ شبيه بالمنطقة نتاع واد سوف، وفي هذه المناطق هذه هناك زراعات أخرى مثل زراعة الزيتون، فجاب هذه الفكرة نتاع زراعة الزيتون في المنطقة هنا في المزرعة نتاعنا. وفي الحقيقة الزيتون بعد يعني 5 سنوات 6 سنوات وإحنا كنا نتبعوا فيه أعطانا نتائج ظهرتنا في الحقيقة. كنا ندي الزيتون تاعنا للمعاصر تاع الشمال، أول حاجة يحيروا فيها إنه كيفاش الزيتون هذا جاي من واد سوف، منطقة واد سوف. الثاني الإنتاج تاعنا يكون مبكر عليهم بياسر، قبل لا ينحوا الزيتون تاعنا يكون الزيتون تاعنا إحنا الأول في المعاصر. ومن بعد كي بدأنا نعصر في الزيتون، كي شافوا الزيت تاعنا تاع اللي جبناه من واد سوف هنا يحاروا فيه. كي تحاولت معاهم وسألتهم على السبب، قال لك السبب الوحيد بأنه الزيتون تاعكم هذا كي يهبط الزيت تاعه يهبط بارد، ما فيش الحموضية ما فيش المرورية، من المعصرة أبدأ استهلك ديريكت. نتكلم الآن من أمامكم من تحت شجرة زيتون في الصحراء، ماهيش في الشمال، الأرضية راهي صحراوية، مناخ صحراوي ورانا في الصحراء. الشباب المتخصصين في المعاهد الفلاحية والزراعية ماذا بين يكون تواصل ما بيننا، احنا ماذا بينا نستفيد بأفكار جديدة، وماذا يكون تواصل بيننا وبين المعاهد الفلاحية ونستفيد باش نحسن الإنتاج تاعنا كما وكيفا. يستمر المزارعون في إجراء تجاربهم على مختلف المحاصيل الزراعية التي كان يعتقد أنها لا تناسب البيئة الصحراوية. بسم الله. لكن في بعض الأحيان يكتشفون أن صنفا ما لا يحتمل حر الصحراء، لذلك ينصح المختصون بعدم قطع الأشجار غير الملائمة وغير المثمرة وتحميلها بأغصان لأشجار ملائمة، أو بما يعرف بطريقة التلقيم التي نجحت هي الأخرى مما يجدد الأمل لدى المزارع. لازم نديروها هنا. طريقة التلقيم ناجحة وتأتي بأصناف تتعايش مع حرارة الصحراء، كما بالنسبة لأشجار الزيتون مثلا. من فضائل الصحراء على أبنائها أنها منحتهم سبقا ثمينا عندما صارت جل المزروعات المفلوحة تنضج وتطيب قبل كل مناطق الوطن. هذا التبكير في نضوج المزروعات يمنح المزارعين مردودا ماليا مريحا، ويجعل من الصحراء الوجهة الوحيدة التي يمكنها تزويد أسواق البلد بمختلف الثمار والغلال المبكرة. أنا في شهر أبريل أسبوع ولا 2 يوجد المنتوج، معناها يجينا في شهر أبريل. هذا يعطينا فرصة باش نقتحموا السوق في وقت مبكر، نلحقوا على السوق كما يقولوا بسومة مليحة ويعوض لنا شوية خسائر. الطبيعة هنا صعيبة شوي باش تخدم فيها، هو الحم والسمش كما الدلاع تو منه هكا شهر آخر يعود ماش يتحمل السمش كما هكا، لازم تغطيه يا سينو تضربه السمش وتروى تفسد. هذه حاجة ثانية من المضار تاع الرياح عندنا في المنطقة، الورقة من الريح تقعد. بعد هذه كي تجي المرحلة تاع قريب الجني، قريب وقت الجني، هاي الدلاعة تزيد في الحجم، البلاصة هذه تتحل، الدلاعة إذا تحلت هكا راحت. العام اللي فات كان يتعبوا في الريح، كان يتركوا في الايحم وراحوا من الريح، ضربوا وانصاب القاوي راحوا. احنا الايامات تاع الريح كنا هنا، نهار الريح بعد الريح ويضرب بالك 60 70 كيلومتر، وحنا شادين الباشا هنا، الريح ومطره معاه. الكهرباء والمحركات هذه ديفرونس كبير معناها. اول حاجه ترجع في الجروبات هذه لازماتك ديما راك تجيب في المازوت، والمازوت نهار تلقى في لاباراي نهار ما تلقاش، وجروب كما هذا لازمته على الاقل كل يوم برميل. الأسمدة والأدوية لازم ديما تكافح، كان عندنا أمراض هنا لازم أسبوع 2 تعمل أدوية
ضد الحشرات والأوبئة اللي تجينا في المنطقة لهنا. بالنسبة للديدان الليلية، الحشرة هذه تنشط في المناخ اللي السقوط الحر تاع درجة الحرارة. مثلا كنا في جو بارد ونبدأ في جو حامي، الجو هذا مهيأ جيانها الحشرة هذه. تجينا في شهر ماي وتجينا في شهر أكتوبر، والحشرة هذه معروفة بالالتهام تاع الأوراق، تاكل الجزء الورقي، سرعة كبيرة تاع النمو تاعها وسرعة التكاثر تاعها، ولهذا رانا نشوفوها انتشرت بقوة كبيرة في البطاطا وفي الطماطم. الدرجة اللي تاع الخطورة راهي درجة قوية، والمبيدات البيولوجية اللي راهي متوفرة عندنا في السوق غير كافية باش تصد الحشرة هذه. بالنسبه للحشرات يعني مكافحتها، انت ربما استعملت الاناره. الاناره طريقه علميه، انت استعملت ربما ما كنتش تعرف باللي هي طريقه علميه، لكن انت انت استنتجت وحدك باللي الاناره تجذب اليوم العلم اكتشف اناره خاصه تجذب الحشرات الضاره لتلك الاناره وتقوم بحرقها. يعني هذه طريقه حسنه وطريقه جيده احسن من استعمال المبيدات الزراعيه، لان الحشرات تشوف اطوال موجات معينه، يعني ماهيش كما الانسان تشوف كل الموجات اللي سموه، لكن العلم اكتشف الموجات اللي تلاحظها الحشرات خلق لها اناره وخلق لها مصابيح تجذبها. قديما كانوا اجدادنا وكانوا الرجل السوفي كان يستعمل في تغطيه الطماطم نتاعه بالافرشه وبالحلفاء وبالجريد. يعني نحن هزينا فكره على واش كانوا يديروا بكري واليوم انا نطبقوا فيها. اليوم نحن علميا اليوم نطبقوا في اشياء اخرى، يعني تغطيه الطماطم، يعني خاصه نبات الطماطم لان يدخل على موسم الصقيع نغطوه بواحد الغطاء خاص. يعني هذه فكره داروها بكري اجدادنا، قرينا واليوم شفناهم كيفاش، وشفنا اليوم العلم كيفاش راهو يدير بدائل. يعني النبات الوحيد فقط الذي يحب الملوحة هو نبات الطماطم. الملوحة ليست مشكل، وهذا الشيء الذي معناها خلى منطقة الواد تزدهر فيها زراعة الطماطم. إنتاج عطانا ربي على قدر النية نتاعنا. احنا نخدموا رغم المعاناة هذه كله، الخير جاي من عند الله سبحانه وتعالى، جاي وحده خير كبير ياسر. كنا نعانوا من حشرات كبيرة، كاين تقنيين جابوا لنا أدوية وجابوا لنا نقولوا حنايا بذرة جديدة زراعة مليحة، وخرجت علينا هيك الزراعة هذيك والحمد لله رب العالمين. فضلت الزراعة وفضلت الأرض نتاعي عن خدمة ثانية، عن التوظيف وعن مسؤولية ونشوف فيها المهنة هذه وين الله أعلم الداية مربي هي دايمت لي أكثر من التوظيف اللي كنت راني فيه، والمستقبل نتاعي فيها زاهر خير من التوظيف اللي كنت راني فيه. من سنة 2010 زيادة الإنتاج ملحوظة، لأن زيادة الإنتاج كانت في 2009 كنا نديروا في البذور غير مهاجنة. في 2010 بفضل التقنيين وذاك جابوا لنا الهجين، فإذا كنا في محصول الهكتار كنا نحو واحد 200 و 250 قنطار بالبذور العادية. البذور العادية. وحين جات الهجين أصبح الهكتار يخرج ما بين 600 800 حتى 1000. الزراعة كانت في الواد كانت لا أقول منعدمة، لكن كانت يعني زراعة محدودة المساحات. اليوم أصبحت الزراعة كثيفة المساحة، فالتوسع في المساحة المزروعة يزيد من الأجيال، يزيد من الفطريات، يزيد من تكاثر الأمراض. هذا يحتم على الفلاح السوفي أو غيره أنه يتصل بالمخابر وبالمحطات الإرشاد الفلاحي.
قمنا بتوفير هذه الخدمة ودرسنا عليها يعني على تحاليل التربة وتحاليل مياه السقي والمعايير اللي لازم تكون متوفرة، والحمد لله يعني أصبح الفلاح يثق فينا ويجيب لنا يعني التربة تاعو ولا نخرجوا معاه احنا في الحقل نتاعو وناخذ العينة من وسط يعني المزرعة نتاعو ونراه حاب يزرع باش يشوف التربة مكوناتها، المكونات يعني الملوحة، درجة الحموضة، الامبيكا يعني الازوت، الفوسفور، البوتاسيوم موجود، حتى يكون تسميد الارض يكون بعقلانية، حتى نحافظ على هذه التربة ونحافظ على طبقات جوفية يعني فيها الماء. يجيب لنا الفلاح مادة الزيت الزيتون تاعو بعد عصرها في المعصرة، يجيبها لنا باش نقوموا له بالتحاليل اللازمة ونعطوا له يعني شهادة تثبت أن المنتوج هذا يعني جيد ويعني يقدر يسوقوه هنا أو في الخارج. الحمد لله يعني أصبح لدينا منتوج زيت زيتون هنا في المنطقة، وهو منتوج يعني رائع يعني في كل المعايير نتاعو، خاصة درجة الحموضة هابطة بزاف. نعرف أن العالم الكل يتوجه للفلاحة بيو، فلاحتنا ما زالت يعني طبيعية، ما زالت تستعمل الأسمدة طبيعية من فضلات الحيوانات حتى لا تتعب الأرض. ادرس الارض تاعك، نوعيه التربه والماء ودرجه المناخ هاي تقريب كيف، لكن الماء والتربه ماهمش كيف. نحن ننصح الفلاحين ما يبقوش يفلحوا في ارض واحده نفس المنتوج، شفناها لنا وادى الشيء هذا الى مشاكل كبيره ما عندهاش حل. تستعمل التعاقب الزراعي، مره ندير ارض مستريحه، مره ندير بطاطا، مره ندير طماطم، مره ندير، كل مره ننوع الفلاح، تبقى التربه جيده وتقبل اي منتوج فلاحي. أدخل المزارعون أساليب حديثة على زراعة النخيل التي كانت أهم مصدر للرزق في الصحاري الجزائرية، وتقدر ثروة النخيل الآن بحوالي 20 مليون نخلة. الجزائر تعتبر الأولى عالميا في إنتاج ما يعرف بدجلة نور ذات الجودة العالية، ومع ازدهار هذا القطاع تبقى هناك صعوبات في الإنتاج والتسويق. هذا الجنة الخضراء هذه شوفوا كيفاش كانت في البداية، وتبعنوا معايا مليح، شوفوا هذه الكثبان الرملية راهي محاطة بنا من كل الجوانب. الإنسان لما تكون عنده إيمان وعنده إرادة، واليوم في واد سوف عدد النخيل حوالي 4 مليون نخلة وأكثر من 1 مليون شجرة زيتون. وقت التلقيح نتاع النخيل هو الوقت اللي لازم تكون فيه الرقابه يوميا نخله بنخله، ان الوقت تاع التلقيح محرج، واذا كان فوتت الوقت يعني راهو ما كانش انتاج. ملي تفتح الزهره عندها مده 12 يوم، هذه الوقت اللي باش يكون فيه تم عمليه التلقيح. اذا فت مده تاع 12 يوم راح يفسخ التلقيح. هنا في الحالة هذه أول حاجة الخدام لازم يكون صاحب خبرة، ثانيا المراقب، ثالثا الدور التقني اللي يوجه العامل، اللي يعطيه أناه اللي يتم عليها عملية التلقيح الأولى. يعني كي تتفتح الزهرة من النهار الأول حتى 12 يوم، عندك اللي تفتحت اليوم وعندك فتحت بعد 4 أيام وعندك اللي تفتحت بعد 5 أيام، لازم تعرف كيفاش تتعامل معها وتعطي الأولوية في عملية التلقيح. صعود النخلة يدويا أو تقليديا ماهيش حاجة سهلة، وخاصة عند سقوط العامل من النخلة، لأن هذا أمر خطير جدا. ولهذا أن اعتمدنا على آلة الرفع. قبل الحال كانت عملية تقليدية، كان الخدام لازم يدور يطلع النخلة نخلة بنخلة، كان العامل ما يفوتش 25 نخلة. اليوم أصبحنا بالآلة
تقريبا واحد 100 و 150 نخله، وهذا يعني فضل كبير ياسر. بالنسبة للنخلة خاصة من ماي وطلع نعطوها حوالي 480 لتر يوميا. بعد الغلة تبدأ بالنقص التدريجي حتى نوصل لديسمبر وين السقي يكون يوم بيوم، يوم نسقي يوم لا. من ديسمبر جانفي في فيفري نبدأ عملية السقي اليومي. والحمد لله انه تشوف راه نائمه على 3 طبقات مائيه. المزارعون في الصحراء اعتمدوا في نجاحاتهم الزراعية على عوامل طبيعية وبشرية، ومما يؤهل الصحراء لأن تكون سلة غذاء هامة هو تفردها بمياه جوفية معتبرة، فهي تحتوي على 3 طبقات مائية هامة يصل عمقها إلى 2000 متر، هذا فضلا عن وفرة العقار الفلاحي وخطط الاستصلاح الداعمة للزراعة التي جعلت من الصحراء وجهة مفضلة للعيش. من ضمن الفلاحات المبتكرة هي زراعة الورود. هاكم تشوفوا، ها النوار وها من هيه وها من هيه، يعني حتى الإنسان لما يأتي للمزرعة أو مثلا بيع محصول ولا شاحنة ولا يسموه، نعطوه باقة ورد كمفاجأة من الصحراء إلى الشمال كي يعتبر من الصحراء. رانا في منطقة صحراوية في واد سوف بمدينة قمار. صارت زراعة الورود والنباتات الزينة في مدينة سوف ناجحة واستراتيجية، وخاصة في المناسبات والملتقيات، عيد الأم وعيد الحب وما دام الرجل ما عندوش عيد أنا نهدي له هذا البقع. كاين انواع عندنا تاع لي روزيي بانواعهم الكل، كاين انواع تاع القرنفل، كاين عندنا انواع تاع بلون دو ديكور تعدوا كل واحده باسمها، انواع واشكال من النباتات والورود باتم المعنى. يريحوا شويه يا جماعه، وانا جبنا انواع جديده باش نبدو نجربوا فيها. هاك شوف سعيد، هاك شوف الصادق معانا، هذه باش نجربوها ونعملوا على ربي. والزهور هذه تعجب البشر كامل بانواع، ما كان حتى واحد ما يشتيش الزهور على وجه الارض. تعود رغبة التوجه إلى عالم الزراعة لدى الكثير من الناس إلى تلك السياسات المحفزة، فتوزيع الأراضي بآلاف الهكتارات مجانا مرفقة بأدوات الإنتاج بدت وأنها قطب الرحى، فالمزارع وجد نفسه مالكا للأرض بعقد موثق مقابل التعهد بخدمتها والاستمرار في استصلاحها للرفع من الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للبلد. لازم الفلاح يشعر بأنه جزء لا يتجزأ من خلق الثروة الفلاحية لتحقق الاستقرار للمواطن من خلال الوصول إلى الهدف المنشود، وهو الاكتفاء الذاتي، إن لم أقل تصدير هذه المنتوجات، خاصة ما هو فائض عن الاكتفاء الذاتي. الواد تردد.
من بين الأشياء الإيجابية هو توزيع أكثر من 15,000 قطعة فلاحية. وهناك يعني قوانين في هذا الإطار، لأن كما نقولوا لازم الأرض هذه كي يمنحوها للفلاح أو الشاب اللي حاب يخدم لازم يطوع هذه الأرض ويخدمها، مش من أجل بيعها أو من أجل شيء آخر. هناك قوانين بخصوص رفع الشرط الفاسخ ويعطوه العقد الرسمي. فيه اهتمام كبير للصحراء وبالخصوص الواد. وبالنسبة لتجربة الجديد هي تجربة مماثلة لتجربة الفلاحة في الواد، لأن قساوة البعد عن المعلومة، البعد عن الإشهار، هو فضاء إعلامي صعب جدا في الجنوب أن الوسيلة الإعلامية تستمر. بدينا نواكب التنمية المحلية. الصحراء فيها ملفات ما هيش موجودة في ولاية الشمال، معناها مشكل الكهرباء، مشكل تسعيرة الكهرباء، لأن المواطن السوفي هنا في الواد أو في الصحراء يعاني الأمرين في الصيف. كل هالصعوبات ولدت في الإنسان السوفي، ولدت فيه أنه يتحدى الصعاب في قطاع الفلاحة، قطاع الثقافة، قطاع الإعلام. الإعلام المحلي الجواري هنا في الواد ساهموا بشكل كبير في تنمية الجهة، واللي خلت كيفاش الساحات الصفراء هذه حولها الإنسان السوفي إلى جنات خضراء، وأصبحت الواد تتربع على عرش الولايات المنتجة، وصل حتى 30 مليون قنطار في السنة من البطاطا. ظل أهل الصحراء في هذه الربوع أوفياء لتراث إنساني هام تعلق به مخيالهم الجماعي جيلا بعد جيل. وإن تمسكوا بتراث الأولين على رمال زاحفة كانت الأرض والوطن، فإنهم سكنوها بروح مشحونة بالتحدي، فما كان من هذا الرمل إلا أن يكون مطواعا وطيعا عندما وجد من يرسم فوقه لوحات خضراء لم تكن سوى آية من الإبداع. فمن البداوة والرعي صنع الصحراويون والسوفيون هنا صورا من المعمار الحديث وأشكالا ملونة للحياة تتنفس هواء المعاصرة والحداثة معا. مجتمع ملون وممزوج بدماء انصهرت معا لتشكل قلبا واحدا ومتجانسا ثقافة ولسانا. إنهم متمسكون بنمط عيش متميز وإن بدا صعبا قاهرا فوق رمال أرادوها أن تكون إلا خضراء.